البنت دي اسمها جي سو، والمدرسة بتكلم الفصل كله عن انهم دايما هيلاقوا في ناس ظروفهم اصعب من اللي هم فيه دلوقتي. فجي سو قالت في نفسها هو هيكون في حد ظروفه اوحش مني انا؟ وهي مروحة كانت بتوصلهم الست دي اللي هي مامة صاحبتها وبتتكلم في الموبايل، فشرطي وقفها عايز الرخصة بتاعتها. فجي سو قررت انها تنزل وتكمل باقي الطريق مشي بالرغم من ان المكان ده بعيد عن بيتها. فراحت صاحبتها مشيت وراها عشان تشوفها رايحة فين، لحد ما جي سو وصلت لسوبر ماركت وشافت اخوها جي سو بيشحت اكل من العمال اللي بيقدموا الاكل ده كعينة مجانية في المحل ده. فهي اتضايقت منه. وبعد كده بنشوف الست دي واقفة قدام لوحة وبيجيلها ده مدير المطعم اللي اسمه سو يونغ، وبيقول لها ان اللوحة دي عاملة 250 مليون وون، وهي اصلا بتبقى مامة جي سو وجي سوك، وجاية عايزاه يشغلها هنا. فهو بيقطمها علشان هي مرضتش توعده زمان واتجوزت وخلفت وزوجها سابها هي والعيال واختفى خالص. وبعدين بيقول لها ان التعيين في المطعم ده من اختصاص خالته. وفجأة بتيجي خالته ومعاها الكلب بتاعها اللي اسمه وولي، وخالته لما بتشوف الام بتوافق تشغلها عشان شكلها محترمة. اما بالنسبة للطفلين فكانت جي سو بتزعق لاخوها وبتقوله انه مش شحات عشان خاطر يروح ياكل كده في السوبر ماركت. فهو قال لها المهم اني اكلت وشبعت. فهي قالت له انت مش فاهم الناس نظرتهم هتبقى عاملة ازاي ليك لما تكون شحات، ولو الناس استهتروا بيك حياتك كلها هتنتهي. فجي سوك وهو بيبص جنبه اكتشف ان صاحبة اخته جت وشافت حالتهم دي وانهم عايشين جوه سيارة البيتزا بتاعتهم لان ما عندهمش بيت، ومتشردين لانهم اتطردوا من بيتهم عشان ما معهمش فلوس الايجار. لكن جي سو كدبت على صاحبتها وقالت لها انهم مش متشردين ولا حاجة، دي فترة مؤقتة. لكن طبعا جي سو اتحرجت جدا لما اخوها الصغير زود الطين بلة وجاب الاكل المعلب ده وقال ان ده العشاء بتاعهم اللي مامته سايباه لهم. فاضطرت جي سو تعترف بالحقيقة لصاحبتها وهي منهارة انها اتفضحت خلاص. لكن صاحبتها قالت لها انها هتفضل صديقتها برضه وتلعب معاها عادي، وحتى مش هتقول لمامتها ولا لأي حد، ووعدتها بكده. ولما مامتها رجعت بالليل جي سو قالت لها امتى هتجيب لنا بيت بقى؟ وفضلت البنت تقطمها لان بقالهم كده شهر على الوضع ده في الشارع بدون بيت، وكمان الام مش راضيه تيجي على كرامتها وتروح بيت اختها. وجي سو شايفه ان مامتها هي السبب في اللي بيحصل لهم ده. وجي سوك قال لها ان البيتزا اللي باباه بيعملها احلى من اللي مامتهم شارياها من بره. فجي سو قالت له اصلا ماما عمرها ما طبخت لنا ولا بتعرف تطبخ من اساسه. فالام اتضايقت وقالت لها انا مش بطبخ مش بسبب اني ما بعرفش اطبخ، مش هو ده السبب. وزعلت وسابتهم ونزلت من السياره. وتاني يوم في المدرسة كانت جي سو قاعدة وجات لها المدرسة دي وسألتها عن الحفلة اللي المفروض مامة جي سو هتعملها لها بمناسبة عيد ميلادها الشهر الجاي زي ما زمايلها بيعملوا على طول في بيوتهم. وفي نفس الوقت المدرسة شايفة ان الحفلة ملهاش لازمة لانها مجرد تباهي بالبيت الجديد والفخم. لكن جي سو قالت لها لا طبعا انا هعمل حفلة في بيتي. فالمدرسة قالت لها طيب ابقي خلي مامتك تتصل بيا. فصاحبتها جت قالت لها انتي ما عندكيش بيت اصلا. فجي سو قالت لها قبل عيد ميلادي هيكون عندي بيت. وبعد المدرسة راحوا المكتب سمسار عقارات وجي سو شافت بيت عجبها إيجاره 5 مليون وون. لكن خرجت السمسارة وقالت لهم يلا من هنا حبايبي يبقوا هاتوا بابا وماما عشان يعرفوا التفاصيل وهم اللي يأجروا. ومامتها كانت شغالة في المطعم ومتبهدلة، وأخوها كان قاعد مع سو يونغ وبياكل آيس كريم. وسو يونغ ما كانش طايق الولد واتضايق أكتر لما شاف إن جي سو جاية لمامتها. وخرجت الأم تكلم جي سو بره وكانت بتوريها الزي بتاعها وفرحانة انها اشتغلت. لكن جي سو كانت جاية تسألها ان كان معاها 5 مليون وون. فالأم ضحكت لان طبعا هما مش حيلتهم حاجة. وجي سو جمعت كل الكوبونات اللي تخليها تاخد بيتزا مجانية وراحت للولد ده علشان تستبدلهم. لكن بتاع البيتزا ده قال لها ان ناقص 2 كوبون ومش هينفع يديها بيتزا مجانية. فهي فضلت تتحايل عليه لكنه رفض. ولما هي طلعت من هناك فضلت تبص في العلب الفاضية يمكن تلاقي كوبون مرمي كده ولا كده، لكنها لقت اعلان واخدته. بس فجأة اتخضت لأن الراجل المتشرد اللي اسمه إي سوب ده بيديها كوبون كان معاه، لكنها قربت فعلا منه وأخدته لكن خافت وطلعت تجري. ولما بصت في الإعلان خدته وجريت على صاحبتها علشان تقول لها إن مكتوب في الإعلان ده إن في كلب ضايع اللي هيلاقيه هياخد مكافأة 5 مليون وون. فقرروا يلاقوا الكلب ده وياخدوا المكافأة دي ويأجروا البيت. وقرروا الأول يتصلوا بأصحاب الكلب عشان يعرفوا تفاصيل المكافأة، لكن عرفوا إن أصحاب الكلب لقوه خلاص. فالبنتين زعلوا. ولما جي سو روحت في السيارة بتاعتهم كانت متضايقة ان مامتها ما جابتش بيت وعمالة تلف بيهم في الشوارع، وبدأوا يتخانقوا لان جي سو شايفة ان مامتها السبب في اللي هم فيه. لكن الام قالت لها انهم لو راحوا عند اختها لازم جي سو تسيب مدرستها
وهي أصلا مدرسة كويسة، والأم مستحملة تدفع مصاريفها علشان ما تخليهاش تسيب المدرسة دي. فجيسو قالت لها انتي عارفة الشهر الجاي فيه ايه؟ فالأم كانت ناسية عيد ميلاد بنتها. فجيسو زعلت ونزلت من السيارة. وتاني يوم في المدرسة الولد ده سألها عن حفلة عيد ميلادها، فقالت له إنها هتعمل حفلة كبيرة في بيتها الفخم الكبير. وبعدين قالت لصاحبتها إنها عايزة تسرق كلب، وبعدها تبقى ترجعه لأصحابه وتاخد المكافأة. وصاحبتها وافقت، وقرروا يدوروا على كلب عند عيلة متوسطة علشان هيزعلوا عليه لو ضاع ومش هيقدروا يشتروا غيره. وقالت لها كمان إنهم لازم يسرقوا الكلب يكون حجمه صغير علشان يعرفوا يهربوا بيه وما يعملش دوشة. وراحوا يبصوا على كلب علشان يسرقوه، لكن أخوها سمعهم وقال لهم ولما تسرقوه هتخبوه فين؟ فراحوا يشوفوا كلب تاني يكون صغير، لكن أخوها قال لهم طب ده لو سرقتوه هتأكلوه منين؟ وبعدين شاور لهم على كاميرات المراقبة اللي مالية الشوارع علشان قال لهم إنهم كده هيتكشفوا. وفي اليوم ده الولد راح لمامته في المطعم، فسو يونج زعق لها إن ولادها كل شوية بيجولها في شغلها، فقالت له هديله أكل ومشيه، وخدته جوه. لكن في اللحظة دي جت خالته، ولما دخلت سألت سو يونج عن آخر لوحة للفنان اسمه يون، فهو قال لها إنه لقاها هتتباع في مزاد آخر الشهر، فهي طلبت منه إنه يشتريها لها. فهو قام سألها عن الوصية بتاعت ثروتها، لكن هي ما ردتش عليه، ودخلت مكتبها مع الكلب بتاعها وقالت له إنه كده باقي لوحة واحدة كمان، لما تلاقيها هتشتريها. لكن هو كان شايف إنها دافعة مئات الملايين في اللوحات دي وملهاش لازمة، بس ما قدرش يقول لها الكلام ده. بس قال لها إن المدير بارك بيقترح عليهم إنهم يعيدوا بنى المطعم ده ويعملوا مكانه ناطحة سحاب عشان يزودوا أرباحهم. فهي رفضت وقالت له قول له إني هتصل بيه بعد ما أخلص كتابة الوصية بتاعتي. وكانت جيسو وصاحبتها قاعدين برا المطعم وشافوا الست دي وكلبها، وبعدين دخلوا للمطعم والست دي شافتهم وهم داخلين. وكانت الأم بدأت تحمي ابنها في حمام المطعم، فسو يونج زعق لها، فهي قالت له المرة دي وبس، وأصلا إحنا ما عندناش زباين، هو المطعم ده حد بيعتبه؟ ده فيه موظفين أكتر من الزباين كمان، ساعدني يعني شوية. فهو قال لها ما أنا لو عليا هسيبك براحتك، لكن المشكلة في خالتي، دي شخصية صعبة جدا لدرجة إن زوجها هجرها وابنها الوحيد هرب منها ومات، ولو ما كنتش أنا الوريث اللي باقيلها كنت سبتها من زمان. لكن جت خالته وسمعته وهو بيقول كده عليها وحاول يعتذر لها، لكنها أمرته إنه يطرد الأم. وتاني يوم جيسو قررت إنها هتسرق وولي الكلب بتاع الخالة الغنية، والوقت الوحيد اللي ممكن يسرقوه فيه هو الوقت اللي لما بيكون في عيادة الطبيب البيطري عشان الكلب بيكون مش مربوط، وسو يونج بيكون بيعاكس الممرضات ومش مركز مع الكلب. وفي الوقت ده كان سو يونج قاعد بيتكلم مع الراجل ده اللي اسمه بارك، اللي بيحاول يقنعه بإعادة بناء المطعم ده ويخليه ناطحة سحاب، وياخد من خالته وصية بالورث باسمه ويحطها في دار عجزة ويخلص منها. لكن سو يونج قال له لا، لما اجيب لها اللوحة اللي هي عايزاها هبقى اكلمها تاني. فبارك زعق له وقال له دي فرصة، ما تضيعش وقت واخلص قبل ما خالتك تفلس من شراء اللوحات دي. ولما جيسو رجعت لمامتها هي واخوها، مامتهم قالت لهم انها لقت بيت ليهم وخدتهم وراحت البيت ده، وقالت لهم انه بيت بتاع واحدة صاحبتها وهيقعدوا فيه براحتهم لانه فاضي لمدة شهر. لكن البيت كان ضلمة ويخوف ومش نظيف، فعيالها قالوا لها احنا هننام في السيارة احسن، وحاولت تقنعهم لكنهم رفضوا. وتاني يوم قرروا انهم هيستدرجوا الكلب بالاكل، فدخلوا للمكان وسرقوا شوية اكل كلاب وحطوه في الارض علشان الكلب يمشي وراه، وفعلا قدروا يخرجوه برا العيادة وجريوا وراه، لكن الكلب كان ذكي وهرب منهم ورجع تاني للعيادة. وجيسو زعلت وراحت جيسو مع مامتها واخوها للبيت بتاعهم، لكن طلع ان مامتها كدبت عليهم وان البيت ده مش بتاع صاحبتها ولا حاجة، واصحاب البيت الحقيقيين رجعوا ورموا حاجتهم دي برا البيت، والأم كانت فاكراه بيت فاضي وهتقعد فيه فترة من غير ما حد يعرف. وفضلت الأم تعيط من اللي حصل لهم ده، وخدت ولادها ومشيت بالسيارة وقالت لجيسو إنها لقت شغل تاني وهتروحوا من بكرة، وفعلا راحت تشتغل في مطعم. وجيسو صاحبتها وأخوها عملوا خطة جديدة وراحوا يبتزوا الشاب ده لأنه طلع بينصب على الزباين في بيع البيتزا، وقالوا له لو وصلت لنا الكلب بتاعنا مش هنفضحك، فهو اضطر يوافق. وبارك اتصل بسو يونج وقال له إن خالته كتبت النسخة المبدئية للوصية بتاعتها وموجودة في مكتبها. فدخل سو يونج ولقى ان خالته كاتبه ثروتها كلها للكلب بتاعها ومخلياه هو مجرد وصي على الكلب ده، وده طبعا ما يديلوش اي صلاحيات للتصرف في املاكها بعد وفاتها، ومش هيقدر يعيد بنى المطعم كناطحة سحاب. وبارك طلب منه انه يسرق له الختم بتاع خالته ويستخدموه في ختم كل حاجه لسو يونج، وقال له كمان يخطف الكلب ويتخلص منه. فسو يونج كان معترض، لكن بارك ده اقنعه بالكلام. وفي اليوم اللي الولاد اتفقوا عليه انهم هيخطفوا الكلب جالهم بتاع البيتزا علشان ينفذوا خطتهم، بس هو ما كانش يعرف حاجه عن موضوع المكافأة. ودخلت صاحبة جيسو ورمت للكلب قطع لحم، والكلب بدأ يمشي وراها وياكل فيها،
وبعدها خرج الكلب بره ومحدش خد باله منه، لكن سو يونج شافه ومسكه وخطفه هو وبارك، والبنات استغربوا هو ليه بيحطه في صندوق السيارة، وساب بارك وراح يسرق الختم. فالبنات راحوا طلعوا الكلب من السيارة بسرعة وخدوه ومشوا، وبتاع البيتزا وصل لهم الكلب بسرعة ومشي هو كمان، وخدوا الكلب وراحوا خبوه في حديقة البيت المهجور اللي كانت مامة جيسو قعدتهم فيه قبل كده، وعطوله أكل. وجيسو فكت الرباط بتاعه ولقت متعلق فيه ميدالية مكتوب عليها اسم يون، فهي خدتها ورمتها. والخالة الغنية كانت بتدور على كلبها وتوترت ووقعت مغمى عليها، ولما فاقت سألت سيونج عن الكلب فقال لها إنه مش لاقيه، وسألها إن كان يبلغ الشرطة، فهي قالت له لأ، اللي يمشي من نفسه ويسيبني أنا مدورش عليه خلاص. فهو فرح وكلم بارك وعرف منه إن الكلب اختفى، وكانت جيسو كل تفكيرها في المكافأة والحفلة اللي هي هتعملها لما تاخد المكافأة، لكن اتفاجئت بإن الراجل ده اللي اسمه إيسوب قاعد مع الكلب وبيشربوا لبن، وقالت له إنها مخبية الكلب هنا عشان صاحب البيت اللي هم ساكنين فيه بيمنع دخول الحيوانات الأليفة. وإيسوب مشي، وبدأت جيسو صاحبتها يدوروا على إعلان المكافأة عن الكلب، لكنهم في النهاية ملاقوش حاجة. فراحت جيسو بنفسها للمطعم وقالت لسيونج إنها شافت الكلب في الشارع، ولو عايزها تدور له عليه هتدور له عليه عادي وتجيبهوله. فهو قال لها لا خلاص، خالتي ما بقتش عايزاه، وطرد جيسو. لكن خالته سمعتهم واخدت جيسو وسألتها عن الكلب بتاعها، فجيسو قالت لها إنها شافته تايه قدام مدرستها. فالخالة قالت لها خلاص مش عايزاه مادام هو سابني. فجيسو قالت لها لا أكيد ما سابكيش، لأن أبويا كمان تايه ومش عارف إحنا فين دلوقتي، لكن أكيد هيرجع لنا في يوم لما يعرف مكاننا، والكلب بتاعك أكيد برضه هيرجع لك. فالخالة قالت لها طب أعمل إيه دلوقتي؟ فجيسو قالت لها وزعي إعلانات بمكافأة. فسألتها تكتب كام مكافأة؟ فالبنت قالت لها 5 مليون وون. والخالة طلبت من سويونج ينفذ كلام البنت، وفعلا عمل إعلان وكتب رقمه في نهاية الإعلان وطلب يتعمل منه نسخ كتير وتتوزع. ولما راحت بعد كده تطمن على الكلب، لقت الراجل المتشرد اللي هو إيسوب قاعد هناك وبيعمل بيت للكلب كمان. فقالت له طب هتاخد كام مني؟ فهو قال لها انت معاكي فلوس؟ فهي قالت له لا. فهو قال لها خلاص انه هيعمل لها البيت مجانا عشان هو بيحب يصلح الحاجات. فهي قالت له ان باباها كان الوحيد اللي بيعرف يصلح سيارة البيتزا بتاعتهم لما بتبوظ. وإيسوب قال لها انه شاف اعلان عن الكلب وانه كلب ضايع. فهي قالت له لا ده اكيد كلب شبهه. وبعد كده خافت، وتاني يوم راحت طلبت من صاحبتها انها تجمع معاها الاعلانات علشان إيسوب كده هيعرف الحقيقة وموضوع المكافأة. وراحوا طلبوا من بتاع البيتزا يوصلهم انهم يلفوا في الشوارع ويجمعوا الاعلانات. بس الشاب ده شاف الاعلان. وبالليل الشرطة راحت لسيونج عشان بارك طلع نصاب ومطلوب القبض عليه، وسرق كل ممتلكات خالته بالختم بتاعها اللي هو عطاهوله. ولما الخالة عرفت صدمت جدا. ولما جيسو راحت تاني يوم للمطعم لقت الدنيا مقلوبة هناك، لأن بارك سرق المطعم باسمه وبعدها كمان باعه، يعني بقوا على الحديدة. ودخلت جيسو قالت للخالة ليه في علامات حمراء كتير في كل مكان في المطعم؟ فالخالة قالت لها مفيش. فجيسو قالت لها انتي هتطردي من هنا صح، وهيرمولك حاجتك في الشارع، لأني أنا اتطردت من بيتي قبل كده وعارفة معنى العلامات دي، بس انتي ما ينفعش تطردي من هنا ولا تعيشي متشردة. فالخالة حبت جيسو قوي من موقفها ده، وأخدتها فرجتها على اللوحة دي وعرفتها إنها لوحة رسمها ابنها يون اللي مات في حادثة وهو كان عنده 30 سنة، واللوحة دي غالية جدا. والخالة كانت بتجمع لوحاته. وجيسو عرفت إن الميدالية اللي كانت في رقبة الكلب بتاعت ابن الخالة دي، وسابها وهجرها لأنها ما كانتش عايزاه يرسم. ولما مات وراحت تستلم جثته لقت الكلب وولي جنب الجثة بيحرسها. فجيسو ما اتكلمتش على المكافأة خالص. وفي الليلة دي السيارة اتعطلت، والأم قالت إنهم مضطرين يباتوا في الحتة دي ليلة دي، لكن جيسو كانت خايفة حد يشوفهم الصبح وتتفضح. فبدأت تتخانق مع مامتها وقالت لها يا ريت كنت انتي اللي مشيتي مش بابا، كانت بقت حياتنا أحسن من كده. واتهمتها إنها هي كانت السبب في إن باباها يسيبهم ويمشي. والولاد نزلوا وراحوا عند إيسوب والكلب، والولد قال له على خناقة مامته وأخته. فإيسوب هداها وفرجها على صور بتاعة قبيلة هو كان واحد منها، وكانوا بيعيشوا كل واحد بعيلته في قارب ومش بيملكوا أي شيء في الحياة لحد ما يموتوا. وقال لها إنه عنده بنت كان بيحبها قوي لكن خجلان يروح يقابلها لأنه ما كانش بيعاملها بطيبة. وقال لها إنه أكيد باباها مشتاق لها برضه لأن كل الأبهات زي بعض. ولما راحوا يرجعوا لمامتهم الولد قال لها إن أكيد الكلب عايز يرجع للخالة وأكيد حزين بسببهم. وسمعهم الشاب بتاع البيتزا. ولما الولاد رجعوا لقوا مامتهم اختفت، والولد افتكر إن مامتهم سابتهم هي كمان زي باباهم. لكن بعد شوية جيسو بصت في السيارة لقت علبة فيها حذاء مامتها، ومكتوب على العلبة من جوه من باباهم إنه هيرجع لهم بعد ما يحل كل المشاكل اللي عنده، وقال لمامتهم إنها تستناه أسبوع.
أسبوع واحد بس. فطبعا جيسو عرفت إن مامتها ملهاش ذنب في إن باباها يمشي، وفجأة لقوها جات وكانت أصلا بتدور عليهم وفضلت تعيط عليهم وتقول لهم لو كنتوا سبتوني بجد كنت هموت. وقعدوا يعيطوا سوا، وجيسو اعتذرت لها وقالت لها إحنا عايشين كده علشان مدرستي، عشان لو بابا رجع يقدر يلاقينا. وفضلت تعيط وتقول لها إنها مشتاقة لباباها قوي ونفسها يرجع. وجيسو قررت إنها خلاص مش عايزة المكافأة ومش هتعمل حفلة، وهتروح ترجع الكلب للمطعم غير ما حد يشوفها. لكن لما راحوا ياخدوا الكلب ملقوهوش، وشكوا في إيسوب إنه رجعه علشان ياخد المكافأة أو إنه كله، فهو قال لهم لا ما حصلش. واكتشفوا إن بتاع البيتزا هو اللي أخده ورجعه لسويونج، لكن سويونج أخده في اتجاه غير اتجاه المطعم بتاع الخالة. فراحوا مع إيسوب علشان يطردوه لحد ما وصلوا للمكان اللي أخده فيه، وكان عايز يخدره ويرميه هنا، لكن الأطفال أنقذوه منه. وسو يونج بالغلط حقن نفسه بالحقنة في إيده وخدوا الكلب منه، لكنه هو قال لهم ده مش هيرجع للخالة تاني، وحاول ياخدوه غصب عنهم. لكن داخ من تأثير المخدر بتاع الحقنة، والشرطي لما شافه بيتطوح كده افتكروا سكران وبيحاول ياخد الكلب من الأطفال دول، فقبض عليه وهم هربوا منه وراحوا يرجعوا الكلب للخالة. وإيسو بعطى جيسو الميدالية اللي هي كانت رمتها اللي بتاعت ابن الخالة. وقبل ما إيسو بيمشي، جيسو قالت له انت اكيد وحشت بنتك ولازم ترجع لها، فهو ابتسم لها ومشي. وجيسو اخدت الكلب ودخلت علشان ترجعه من غير ما حد يشوفها، لكن طلع سيونج هرب من الشرطي وحاول ياخد منها الكلب ويضربها، لكن الخالة شافته وسألته هو ليه بيعمل كده، فهو قال لها انه شاف الوصية الاولانية اللي كانت كاتبة فيها كل ثروتها للكلب، فحاول يتخلص منه. فخالته قالت له يعني انت هنا علشان الفلوس، اطلع بره. والجدة شكرت جيسو انها رجعته لها، وجيسو قبل ما تمشي اعترفت لها بالحقيقة انها هي اللي سرقته، وحكت لها ان باباها لما سابهم كانوا محتاجين فلوس وعشان كده هي عملت ده. فالخالة قالت لها ان اللي عملته كان غلط بالرغم من ظروفها الصعبة. فجيسو اعتذرت ومشيت. فالخالة راحت وراها وقالت لها ابقي تعالي كل يوم ومشي الكلب شوية وهديكي ايس كريم. فجيسو فرحت ان الخالة سامحتها خلاص. وفي يوم الأم جابت لولادها وجبة جميلة بمناسبة عيد ميلاد جيسو، لأنها ما كانتش ناسية ولا حاجة. والولد اقترح على مامته إنه بعد جمال الأكل ده تعمل مشروع من علب الأكل دي، وفعلا سمعت كلامه وبدأت تبيع وتكسب. والخالة اشترت آخر لوحة رسمها ابنها، وكانت رسمة لصورتها هي ومكتوب عليها إنه بيحبها، فهي فرحت بيها جدا. وفي النهاية الأم أجرت لهم بيت صغير، والخالة اتصلت بيهم علشان يأجروا بيت ابنها عشان يحتفلوا فيه بعيد ميلاد جيسو. وجيسو بقت فرحانة قوي. وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك بقى، ولو لسه مش مشترك اشتراك بقى. بحبكم كلكم.